تخيلي مدينة كاملة، ميناء، بحر، تجارة، حضارات. اسمها ما إجا من طبيعتها ولا من شكل أرضها ولا من اسم قبيلة سكنت فيها. اسمها إجا لأن ابن قرر يخلد اسم أمه. نحنا عم نحكي عن اللاذقية، محافظتنا الغالية. قبل ما تعرف باللاذقية كانت تسمى لاوديسيا، ويلي سماها بهذا الاسم هو ملك من العائلة السلوقية، واختار اسم أمه ليحطه على مدينة ساحلية استراتيجية. خلونا نوقف هون لحظة. نحنا عم نحكي عن القرن الثالث قبل الميلاد، عالم الحكم فيه عسكري والسلطة وراثية، والواجهة السياسية فيه ذكورية بامتياز. ومع هيك مدينة كاملة حملت اسم امرأة. وهون النقطة المهمة، بزمن كانت فيه القوة تقاس بالجيوش والنظام قائم على سلطة الرجال، اختار ملك انه يخلد اسم امه مو بس داخل القصر بل على البحر والخريطة، لدرجة تتحول لاسم مدينة. وهذا الشيء مو بسيط، لأن مدينة مو لوحة بتنزال، المدينة جغرافيا، والجغرافيا ذاكرة طويلة. مرت حضارات بعدهم وتغيرت الأسماء شوي، بس الأصل بقي موجود بتاريخها. فالفكرة مو أنه الاسم ضل حرفياً مثل ما هو، الفكرة أنه القرار نفسه أنه وجد بزمن ما كان في حديث عن تمكين ولا حملات ولا شعارات، كان في فعل وبس. والسؤال اليوم، إذا قبل أكثر من 2000 سنة كان ممكن اسم امرأة ينكتب على الخريطة، ليش اليوم منستغرب من فكرة تخليد إنجاز امرأة؟